ازيكم؟ انا برسوم كرة متخصص في مجال اخبار واحصائيات كرة القدم. فيديو النهارده بقى هنتكلم فيه عن صفقة اللعيب اللي تمت بشكل رسميا، اللعيب بريان ايت، وانتقاله اخيرا الى نادي مانشستر سيتي. الصفقة طبعا مدة طويلة جدا، بتصل تقريبا لحد 2029 او 2000 ولحد 29 او 2030. بس النهارده طبعا هتكلم عن كذا موضوع مهم جدا، وهي فكرة الصفقة كانت ماشية ازاي بشكل ممتاز جدا من الايام اللي فاتت. واخيرا بعد ما الصفقة تمت ونادي مانشستر سيتي اعلن بشكل رسمي طبعا انضمام اللاعب ريان ايت نوري صاحب الجنسيه الجزائريه قادم من نادي طبعا لولفرهامبتون. طبعا ولفرهامبتون فعلا ضحى بلعيبه كتير جدا، كام لعيب مهم جدا ضحى بيهم. وطبعا ولفرهامبتون عايز يجدد كام لعيبه برده معينه في الفريق. نادي مانشستر سيتي فعلا بدأ ان هو يخش في مفاوضات بشكل جديه اكتر واكتر في فكره التعاقد مع لعيب بريان ايت قادم من نادي ولفرهامبتون من الاسابيع اللي فاتت. المفاوضات كانت ماشيه ازاي؟ نادي ولفرهامبتون ما كانش عايز فكره ان هو بيرحل للعيب ريان مهما كانت القيمه التسويقيه، عايز بس يحتفظ باللعيب شويه جدا. تمام. لكن نادي مانشستر سيتي لما دخل في الصفقه اللعيب بدون تفكير قال لك انا عايز طبعا نادي مانشستر سيتي على طول. طب يا ترى هتجدد عقدك ولا لا؟ طب يا ترى مش عارفه هتعمل ايه هتجدد عقدك؟ طب هتكمل؟ طب هتعمل؟ طب كذا كذا كذا. لا، قال لك مانشستر سيتي على طول بدون تفكير. طبعا اللعيب في الاول وفي الاخر ما جالوش ولا عرض زي عرض نادي مانشستر سيتي. طب هل جاله عروض مثلا في ميركاتو الصيف اللي فات؟ ما جالوش عروض بشكل ممتاز قوي زي مانشستر سيتي تحديدا. ارقام اللعيب في الموسم اللي خلص 2024 في 25 ارقام بالتفصيل ممل. هو اللعيب لعب كام مباراه؟ 37 مباراه. سجل كام هدف؟ 4 اهداف. كام اسيست؟ 7 اسيستات. لعب كام دقيقه اول عن اخر؟ 3127 دقيقة ملعوبة. التدخلات الناجحة كام؟ 86 تدخلات ناجحة. لا، 86 مجموعة تدخلات، متأسف معلش، 86 مجموعة تدخلات، 55 منها ناجحه. تمام. البطاقات بقى الصفراء والحمراء، كم بطاقه صفراء؟ 7. كم بطاقه حمراء؟ واحده فقط. تمام. سجل اللعيب اول اهدافه، مش في اول اهدافه في الموسم، اول اهدافه مع نادي طبعا ولفرهامبتون. اول اهدافه كانت يوم 30 10 2020. طبعا اللعيب هو فعلا سجل اول اهدافه خلال اول مباراه لعبها في الدوري الانجليزي الممتاز، كانت ضد نادي كريستيان بالاس، وسجل هدف في الدقيقه 18 في المباراه تحديدا. دي فكره الموضوع اللي انا عن بس ارقام اللعيب مع نادي ولفرهامبتون. نخش طبعا مع الموضوع الثاني عن تفاصيل بس كانت ماشيه ازاي اكتر. طبعا تمت رسميا خلاص، اللعيب انتقل لمانشستر سيتي في الايام اللي فاتت. الاتفاق كان تم ازاي؟ نادي ولفرهامبتون كان بيتفاوض مع نادي مانشستر سيتي. طب معلش، قبل ما فكره التفاوض، يا ترى طبعا نادي مانشستر يونايتد بعد، هل التفاوض بدأ وفي نفس الوقت اللعيب قال لك انا عايز اروح، ولا هل التفاوض بدأ مع مانشستر سيتي وبعديها اللعيب قال لك انا عايز اروح، ولا قبليها؟ انا تحديدا لا، هو قبليها. تمام. الاتفاق تم بنسبه 100% ما بين كلا الانديه خلاص من الساعات او من الايام اللي فاتت. إن اللعيب اصلا اتعلن بشكل رسمي من الايام اللي فاتت. وصل اللعيب امتى؟ وصل هو اللعيب سافر كان يوم السبت يوم السبت. يوم السبت اللعيب كانت فيه صوره معروضه عشان لما خلص الفحوصات الطبيه وركب على العربيه على طول. كانت يوم الحد. هو اللعيب سافر يوم السبت، يوم الحد الفحوصات الطبيه كانت يوم الحد تقريبا، يوم الاحد. قيمة الصفقة هي كام؟ 40 مليون يورو. تمام. اللعيب هو مواليد اصلا امتى؟ 6/7/2001. تمام. طوله كام سنتي؟ 180 سنتي. المركز ايه؟ ظهير ايمن. الجنسية جزائرية. تمام. مانشستر سيتي حرفيا لسه بدري يعتبر في الصفقه، لسه نقدر نقول ان هو بيسخن في الصفقات عموما. مانشستر سيتي لسه قدامه كام لعيب مهمين جدا زي لعيب لينج، لاعب هيجيبه طبعا خلاص من نادي اس ميلان. ولاعيبه تانية كتير جدا نادي مانشستر سيتي هيخلص فيها بدري بدري جدا. مانشستر سيتي عايز، مش فكره ان هو يضم كام لعيب، مانشستر سيتي عايز يعزز كام مركز عنده. كايل ووكر مش مكمل. جرانيتش جرناتش، بتلخبط ما بين جرناتشو وجرناتش بتاع مانشستر سيتي اللي كان قادم من نادي استون فيلا. وجرناتشو لاعب نادي مانشستر يونايتد اللي هو تقريبا من اكاديميه نادي مانشستر يونايتد، فبتلخبط ما بينهم في الاسماء عموما. هو لا، لاعب نادي مانشستر سيتي، فتقريبا مش هيكمل مع نادي مانشستر سيتي، هيرحل تماما. ففي فكره لعيبه برضه مش هتكمل مع نادي مانشستر سيتي،
يعني علشان خاطر جماهير نادي مانشستر سيتي ممكن تتوقع تقول لك مانشستر سيتي عايز يعمل زي تشيلسي، يخلي لعيبه عنده يخزنها، واوضه بتاع صاله الالعاب تتملي لعيبه. لا ازاي بيدفع فلوس على الفاضي؟ لا، هو مانشستر سيتي عايز يجيب لعيبه بقياده مدرب بيب جوارديولا. بيب جوارديولا لعب دور مهم جدا في كذا صفقه تحديدا. طبعا نادي مانشستر سيتي اي لعيب بيجيبه بيبقى ليه مركز اساسي. جوندوجان ممكن يرحل مش مكمل، تمام. وجوندوجان طبعا هتعمل عنه فيديو، تمام. هو فيديو اصلا بتاع جوندوجان متجهز من بدري جدا. لكن نادي مانشستر سيتي فيه لعيبه معينه هترحل عن نادي مانشستر سيتي، سواء في ميركاتو الصيف الحالي في ميركاتو الصيف اللي جاي. بمعنى حراسه المرمى، مانشستر سيتي عايز حارس من ساعه لما راح الحارس سنه كبير مش متذكر اسمه. وكمان موقف إيدرسون تحديدا اللي اتبعت له كذا عرض في الميركاتو الصيفي اللي فات من نادي الاتحاد ونادي النصر. الناديين دول لما بعتوا له عرض ونادي مانشستر سيتي مسك تماما في فكره لا عايز ترحل إيدرسون، تمام. انا عايز قيمه تسويقيه بتتعدى ال 55. نادي النصر قال لك لا، نادي الاتحاد قال لك لا، تمام. مش هدفع اكتر من 45 او مثلا 50، ازود 5 مليون او 10 مليون عشان اجيب حارس إيدرسون. طب انا ب 15 مليون اجيب حارس معقول. وده اللي عمله نادي النصر لما جاب بنته من اتلتيكو بارانيسي، تمام. لما جاب بنته في الميركاتو الصيفي اللي فات من اتلتيكو بارانيسي بقيمه 15 مليون. معلومه بس بسيطه، بس كنت عايز اقولها بشان بنته حارس نادي النصر السعودي حاليا، بنته صاحب الجنسيه البرازيليه، تمام. بنته ده اساسا اول نادي اتبعت له الطلب كان نادي انتر ميلان، بس بنته رفض. تاني نادي الاتحاد، الحارس رفض. تالت نادي نادي النصر قال لك بس اروح مع نادي النصر السعودي، مشروع نادي النصر السعودي وكريستيانو رونالدو وكذا كذا كذا. فقال لك لا، اختار نادي النصر. كذلك لما نادي النصر قبل ما يتفاوض مع بنته كان اصلا بيتفاوض مع ديرسون، فشل في ديرسون. فهل نادي النصر ممكن يعملها في الميركاتو الصيفي الحالي؟ او هل مثلا انديه في السعوديه بتعملها في الميركاتو الصيفي الحالي وتضم ديرسون؟ مستبعده. طب هل انديه في الدوري الانجليزي تعملها؟ برضه ممكن، تمام. لكن كفكره ان انديه في الدوري السعودي تبعت الطلب تاني لإيدرسون، فالموضوع برضه مش هيكون كويس قوي يعني، تمام. اللعيب خلاص هو وصل اصلا في يوم الاحد. اللعيب خلص في الفحوصات الطبيه. اللعيب وضح طبعا وقال لك ان طبعا رياض محرز كان في اتصالات ما بينه وما بين النادي، طبعا ما بين اللعيب رياض محرز بشان انتقاله الى نادي مانشستر سيتي من الايام اللي فاتت. واللعيب هو اللي وضح بالكلام ده بعد تصريح ليه بعد خلاص انضم لنادي مانشستر سيتي. اللعيب ريان هو ما اعرفش هل هيكون يعرف ان هو يتمركز في الظهير، ظهير، هل يعرف يتمركز في المركز ده ولا ايه النظام ده؟ طبعا هنعرفه في الايام اللي جايه او في كاس العالم تحديدا، تمام. واللعيب طبعا قال ان انا ليا الشرف ان العب في كاس العالم ليا الشرف ان العب مع افضل نادي. طبعا هيكون في لاعبين جنسيه عربيه، عمر مرموش واللعيب ريان صاحب الجنسيه الجزائريه. اتمنى طبعا اتمنى ان الفيديو